السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن هل يحدث حمل بعد 40 بدون دورة، وكيف تعرفين أنك حامل بعد سن 40 بدون دورة. تعتقد الكثير من النساء أن انقطاع الدورة الشهرية بعد سن 40 يعني نهاية الخصوبة بشكل نهائي، لكن الحقيقة أن الحمل لا يزال ممكنا في هذه المرحلة حتى مع غياب الدورة. في هذا الفيديو بإذن الله نوضح ما إذا كان الحمل ممكنا بعد 40 بدون دورة، وكيفية التمييز بين أعراض الحمل وأعراض انقطاع الطمس. أولا، هل يمكن الحمل بعد 40 بدون دورة؟ نعم، من الممكن أن يحدث حمل بعد سن 40 حتى في غياب الدورة الشهرية. ففي مرحلة ما قبل انقطاع الطمس قد تصبح الدورة غير منتظمة أو تغيب لأشهر، لكن لا يعني ذلك توقف الإباضة تماما. فإذا حدثت الإباضة وتزامن ذلك مع العلاقة الزوجية فقد يحدث حمل. لذلك إذا لم تمر سنة كاملة بدون دورة فإن احتمال الحمل لا يزال وارد. ثانيا، كيف أعرف أني حامل بعد سن 40 بدون دورة؟ في ظل غياب الدورة الشهرية المنتظمة قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان هناك حمل، لكن توجد بعض العلامات التي قد تساعدك، منها الغثيان الصباحي، تورم أو ألم في الثديين، زيادة في التبول، الإرهاق المستمر، وتغيرات في المزاج والشهية، وانتفاخ البطن وتقلصات خفيفة. كما أن اختبار الحمل المنزلي أو تحليل الدم هو الطريقة الأدق للتأكد من وجود حمل. ثالثا، الفرق ما بين أعراض الحمل وأعراض انقطاع الطمس. قد تتشابه أعراض الحمل مع أعراض انقطاع الطمس، مثل التقلبات المزاجية والهبات الساخنة والتعب، مما يصعب التمييز بينهما. لكن وجود أعراض مثل الغثيان أو تغير في الثديين مع غياب الدورة قد يشير إلى حمل محتمل بإذن الله. وخلاصة الفيديو: الحمل بعد 40 بدون دورة ليس أمرا شائعا، لكنه ممكن. فإذا كنت لا تستخدمين وسائل منع الحمل وتظهر عليك أعراض تشبه الحمل، فمن الأفضل إجراء اختبار حمل أو التواصل مع الطبيبة للتأكد من الأمر ومتابعة الحالة الصحية. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.